انتوا عارفين مين اللي عمل التويست في الكوتشي؟ طب انتوا عارفين مين صاحب فكرة التصدير في مصر؟ طب انتوا عارفين اصلا كوتشي ده ايه؟ البطل محمد غانم هو صاحب فكرة التصدير. راح للرئيس جمال عبد الناصر وقال له انه عايز يعمل شركه للتصدير. الرئيس جمال عبد الناصر اتحمس ساعتها وعملوا شركه النصر للتصدير والاستيراد. وكلمه التصدير هنا جايه الاول لان ده كان الهدف من الموضوع. الموضوع بدا بشقه اوضتين في شارع طلعت حرب، بعد 10 سنين بقوا 49 مكتب جوه وبره مصر. بطل محمد غانم سافر على الكويت في الثمانينات عشان يبدا من جديد، وهنقول في الحلقه بتاعته الكامله ليه سافر اصلا. بعد ما سافر الكويت في الثمانينات جات له فكره موديل 88 ده اسمه، وبعد كده نزل مصر وابتدى الموديل اللي هو بعد كده بقى اسمه كوتشي، وهنا ده اسم البراند كوتشي. عمركم شفتوا حد بيقول اديداس نايك او نايك سكيتشرز؟ احنا دايما بنقول كوتشي نايك او كوتشي اديداس لان احنا اتعلمنا ان كلمه كوتشي هي صفه، مع ان العكس كوتشي هنا براند. البطل محمد غانم خلانا نقول اللي اتدرس في الكتب، عمل البراند بقى هو الاساس، ومن ساعتها بقت الناس بتقول على اي جزمه رياضيه قبل البراند وقبل ما بنقول اسم البراند بنقول كلمه كوتشي. عرفتوا بقى مين اللي عمل التويست في الكوتشي؟